جدا يا جماعة بتسألنا على إضافة سيارة، إزاي اللي أنا أضيف سيارة وإيه الطريقة الصحيحة اللي أنا أضيف بيها سيارة. تمام، الطريقة سهلة جدا هقول لكم عليها دلوقتي يا جماعة، بس يا ريت تركزوا معايا عشان تستفيد من الدرس الصغنن ده. هو الدرس ده كله إن شاء الله مش هيتخطى 3-4 دقايق. تمام، بصوا يا جماعة هندوس على ال3 شروط اللي فوق دول كده، بعد كده بندوس على كلمة الحساب، بعد كده على السيارة. هنا في عربيتين، احنا عايزين مثلا اللي احنا نضيف عربية تالتة، نعمل ايه؟ هنقوم دايسين على كلمة اضافة سيارة. العملية سهلة جدا يا جماعة والله، يعني اسهل مما تتخيلوا. ابلكيشن اوبر كده كده سهل جدا. بعد كده هندوس بيقول لك ادخل بيانات سيارتك الجهة المصنعة. الجهة المصنعة ديت هي ايه؟ لو عربيتك مثلا هونداي، شيفروليت، افيو، احنا مثلا نقول عربية بي واي دي اهي ظهرت. حضرتك ما تكتبش بي واي دي وتقوم، لا، لما تكتب اول حرفين من العربيه هتظهر تحت زي ما انت شفت كده هو كلمه بي واي دي، فهتقوم دايس على كلمه بي واي دي اللي ظهرت تحت. لازم حضرتك تدوس على الكلمه اللي ظهرت تحت، ما ينفعش اللي انت تكتب بي واي دي مثلا كده هوت وتقوم مسجلها مثلا بي واي دي مثلا وتقوم مثلا تقوم مسجلها، مش هينفع. لا، لازم تختار حضرتك الكلمة اللي تحت بي واي دي وتقوم دايس كده هوت. بعد كده هوت الموديل، مثلا عربيتك موديل اف 3، هتقوم حضرتك دايس على الاف 3 كده هوت. تمام، هتظهر معاك اهي تحت اف 3 ار، هتقوم دايس عليها. تمام كده، وهتقوم دايس كلمة متابعة. تمام كده اهوت، حضرتك دوست كلمة ايه؟ متابعة. تمام، بعد كده اهوت هتقوم دايس على رخصة السيارة الامام، وهتقوم طبعا رافع الرخصة الامام. هتختار بقى من مثلا ملفات، لا اما ممكن تصورها على طول من الكاميرا زي ما حضرتك ظاهر عندك كده. تمام، هتقوم مختار مثلا من ملفات وش الرخصة الاول. طبعا انا برجع لان انا مش هرفع رخص، انا بعرفكم بس. بعد كده هتيجي على ظهر الرخصة برضو التقاط صورة، ممكن حضرتك برضو تصور صورة او من ملفات تختار صورة. تمام، بعد كده هوت يا جماعة طبعا بتبقى في الانتظار. تمام، بتبقى الرخص في الانتظار الموافقة. تمام يا جماعة، بعد كده حضرتك بتختار العربية وبتشتغل طبعا لو الابليكيشن بتاعك مديك اونلاين. تمام، العملية سهلة جدا يا جماعة ومتجربة وما فيهاش اي مشكلة خالص. هنخش على المستندات اهوت زي ما حضرتك شايفين كده اهوت المستندات اهي. بعد كده اهوت هتلاقي رخصة العربية، بعد ما ترفعها هتبقى زي كده مثلا فحص نسيتها، طبعا هيبقى مفقود عندك، لازم حضرتك تعمل الفحص. رخصة السيارة هتلاقيها علامة صح، مش هتبقى مدية انتظار، هتبقى مدية علامة صح. ورخصة السيارة الخلفية هتبقى مدية لحضرتك علامة صح. ودي كده يعتبر يا جماعة اسهل طريقة لإضافة سيارة بدون ما اي حد يشتغلك او بدون ما تروح حضرتك لأي حد. تمام، طبعا فرضنا ان حضرتك دلوقتي عايز تحذف سيارة. تمام، هتقوم دايس كده مثلا احنا عايزين نحذف سيارة عندي فانا عايز اشيلها. تمام، هتقوم ازل وسيلة النقل زي ما انت شفت كده اهو كده العربية اتشالت البي واي دي اهي. طبعا هنيجي مثلا على ديت برضو عايزين نحذفها. تمام، لان انا ما رفعتش ولا وش رخصة ولا ظهر رخصة. هنقوم دايسين ازل وسيلة التنقل او نأكد ازل وسيلة التنقل، يبقى كده اهوت ما عنديش الا العربية اللي مرفوعة بس. تمام يا جماعة، الموضوع سهل جدا جدا، ابسط مما تتخيلوا، بس محتاج تركيز. ان شاء الله باذنك يا رب نتقابل الحلقة الجاية في دروس من دروس عفاريت اوبر.